بلاش تاخدوا اي حد ما تعرفوش معاكوا في العربية من اي مكان، خاصة لو انت سايق لوحدك او مش معاك حد من قرايبك او صحابك. كان بيعمل عمل انساني واتغدر بيه، شهيد العمل الانساني. تعالوا بينا نعرف الموضوع مع بعض. السلام عليكم لكل اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي، يا ريت يكمل معايا الفيديو للاخر لان الفيديو فيه تفاصيل مهمة جدا. تابعوا معايا الفيديو. هو اسمه احمد وعايش في القاهرة. تعزم على فرح في كفر البطيخ بمحافظة دمياط. ركب عربيته وطلع على الطريق علشان يوصل لمكان الفرح، ولكن المفاجأة لا وصل لمكان الفرح ولا رجع بيته. طبعا الاهل اتخضوا عليه جدا وحاولوا يتصلوا بيه، لقوا تليفونه مقفول. وصلوا مع اصحاب الفرح علشان يسالوا عليه، ولكن اتقال ان هو ما جاش الفرح. راحوا محافظه دمياط علشان يعملوا محضر تغيب، خصوصا انه كان مسافر بعربيته. فحاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان هو ما وصلش لدمياط اصلا، ولا عربيته عدت من بوابات دمياط. طيب ايه القصه وهو راح فين؟ التحريات اشتغلت وتتبعوا خط سير العربيه من ساعه ما خرجت من القاهره لحد مكان الفرح. قالوا ان هي وصلت على طريق محور 30 يونيو، ودخل البنزينه بعربيته علشان يفول العربيه. وبعد ما فول العربيه وهو بيطلع من البنزينه، شاب وقفه وقال له بالله عليك خدني معاك، انا من بورسعيد ومش معايا فلوس اركب مواصلات علشان اروح لعيالي. فطبعا الشاب ده صعب جدا على الباشمهندس احمد وركبه معاه في العربيه، وهو كده كده بيعدي في طريقه على بورسعيد، واحتسب الامر ده لربنا. الشاب ركب معاه ويدوب مشوا شويه بالعربيه، فالشاب راح مطلع مطوه. الشاب هدد الباشمهندس احمد وقال له طلع كل اللي معاك لا اما هقتلك. طبعا الباشمهندس احمد اتصدم جدا واكيد حاول يدافع عن نفسه، لان هو كان بيعمل عمل انساني وبمنتهى الشهامه، وفي الاخر يلاقي منه. بس للاسف الشاب ده ضرب الباشمهندس احمد وطعنه في صدره 3 مرات لحد ما توفاه الله. اخد تليفونه واللابتوب بتاعه وسرق عربيته، وكمان اخد المحفظه بتاعته بالفلوس اللي فيها. وما وقفش عند كده وبس، اخد الباشمهندس احمد ورماه في الشارع. علشان يتاكد انه مات خالص راح قايم دايس عليه بالعربيه. كاميرا المراقبه رصدت الشخص ده وهو بيركب مع الباشمهندس احمد في العربيه، وعرفوا يحددوا مكانه وقبضوا عليه. وهو قال في التحريات ان هو عمل كده مستغل طيبه الباشمهندس، فرحمه الله عليه وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. بجد انت قبل ما تعمل اي عمل انساني لازم تفكر 100 مره، لان دلوقتي ما بقاش فيه امان. ربنا يرحمنا برحمته ويحفظنا جميعا. الموضوع التاني بقى عن والده التلميذ محمد اللي زميله اتخلص منه بطريقه بشعه جدا. هي قالت ووضحت على صفحتها الشخصيه على الفيسبوك ان ابنها اسمه محمد، علشان في كذا حد قال ان هو اسمه يا اما احمد يا اما اسمه سيف. لا، هو اسمه محمد ومش عنده 12 سنه، هو عنده 13 سنه. ووضحت كمان وقالت ان يوسف ده اللي هو الجاني عنده 14 سنه مش 13 سنه. وكمان خاله قال على صفحته الشخصيه على الفيسبوك طبعا في كلام كتير جدا اتقال عن محمد، وكل الكلام اللي اتقال ده كان غلط. كمان الصور اللي نزلت على السوشيال ميديا دي كلها صور لمحمد، والجاني ملوش اي صوره لحد الان. وكمان وضح وقال ان يوسف ده استدرج محمد لبيته وكان عايز يعتدي عليه، ولكن محمد رفض. فيوسف راح ضربه بالشاكوش على دماغه لحد ما عمل له كسر في الجمجمه، وبعد كده عمل فيه الطريقه البشعه اللي هو عملها دي. ووالده التلميذ محمد وخاله وعمه كلهم بيقولوا ان يوسف ده اكيد مش طفل، ومحدش يتعاطف معاه ويقول ان هو طفل او يقول ان هو تعبان نفسيا. واللي هيقول كده ويتعاطف معاه يبقى دم محمد في رقبته ليوم الدين، اللي ربنا يصبرهم يا رب على فراقه. فانا من وجهة نظري شايفة ان ازاي ده يكون طفل، لان الاطفال بيبقى عندها البراءة وما يعرفش يعمل الحاجات اللي هو عملها بالبشاعة دي. ولو وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو احب اشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برأيكم وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.